السلام عليكم. مبدئيا كده القصه دي من اقوى القصص اللي نزلت، فقبل ما نبدا الفيديو بحب اقول لك انزل تحت اشترك في القناه واعمل لايك واكتب كومنت حلو زي العسل كده زيك، ويلا نخش على القصه. وشو انا الوحيد اللي مش بعمل مقدمات، انزل بقى اعمل لايك يا عم. صاحبه القصه بتقول: انا عبير عندي 24 سنه، انا اكبر اخواتي واحنا عيلتنا 7 افراد، ماما وبابا وانا و3 بنات غيري، بس في شخص كده زياده في القصه هعرفكم عليه بعدين. انا بطبعي بنت انطوائيه، مستحيل اتعرف على حد جديد واكون صداقات يعني زي الناس. حتى في الجامعه بدخل محاضراتي واطلع على طول اروح البيت، وانا في البيت بقعد اتابع مسلسلاتي واخلق لنفسي جو خاص، يعني ماليش دعوه بحد. كان ليا صاحبه واحده زمان في ثانويه عامه، بس من برودي وتصرفاتي هي قررت تسيبني وتبعد، وانا ما حاولتش ارجعها لان اصلا ما بحبش الصحاب، بحب اكون لوحدي على طول. لو حبيت اخرج بروح مكان اللي نفسي فيه وارجع على طول، يعني حياتي كلها واخدها بمزاجي. لكن ده كان زمان، ربنا مديني موهبه الصوت والحمد لله كل عيلتي متفقين عليه. كمان الموهبه دي وراثه عندنا، كنت دايما اغني في اوضتي وانا بحط الميك اب، واوقات تانية اسجل صوتي واقعد اسمعه بالليل. زي ما تقولوا كده كنت موهوسه بالغنى. حتى وانا في الحمام، لحظه عايز اصل مش هحط لك صوره واحده في الحمام اكيد يعني. كنت حتى وانا في الشاور اقعد اغني واسمع بالصدى، واقعد ساعات اعيش في المود، والكل في البيت كان بينبسط من صوتي. عشان كده محدش قال لي وطي صوتك او غلط اللي انت تغني في الحمام، مع ان النصيحه دي كنت محتاجاها. وفي يوم من الايام دخلت الشاور كالعاده وبدات اغني من غير ما اخد بالي. فضلت اغني واغني لحد ما حسيت ان الاكسجين بدا يقل. حاولت اغير الميه من السخن للبارد بس ما قدرتش. فجاه حسيت بكتم اغمى عليا. وبتكمل وبتقول: اكتر حاجه احمد عليها ربنا اني ما قفلتش باب الحمام عليا، ولو كان مقفول كان زماني دلوقتي مش هنا. بعد ساعات طويله ماما لاحظت اني مختفيه وبدات تدور عليا في البيت. دخلت اوضتي ما لقتنيش، وسمعت صوت الميه شغال جوه الحمام. خبطت على الباب لكن ولا حس ولا خبط. ماما فتحت الباب ولحقتني من الموقف اللي كنت فيه، سحبتني على السرير وحاولت تفوقني. جابت ميه وشممتني ريحه ورشت على وشي ميه، بس ولا فايده. لكن بعد محاولات كتيره اخيرا فقت. صحيت كاني طالع من غيبوبه، جسمي بيترعش وبارد جدا مع ان التكييف كان طافي. ماما فضلت قاعده جنبي لحد ما اتاكدت اني بدات اتحسن شويه، بعدها سابتني ورجعت. وانا قاعده على السرير عايز اقول لكم اني ما كنتش جعانه ولا تعبانه، يعني مش دوخه ولا ضغط، ده كان بسبب الشاور. ومن اللحظه دي بدات قصتي مع العذاب اللي غير حياتي، او بالاصح عذب الناس اللي حواليا اكتر مني. عمري ما كنت متخيله ان ممكن البشر يتكلموا مع الجن، ولا كنت متوقعه ان الجن اللي يدخل فيا اقدر اتحكم فيه او اديله اوامر. ومن هنا بقيت عدوة البيت كله، بقيت اعرف اسرارهم اللي ما كانش المفروض اعرفها. في الليله دي بالذات بدأت أسمع أصوات جوه قلبي، كأني بتكلم مع نفسي وأرد على نفسي، بس الصوت كان شبه صوتي لكن كان مختلف شوية. سألت نفسي يا ترى بابا بيفكر في إيه دلوقتي، والإجابة جت بسرعة البرق. بس عشان أتأكد من صدق الإجابة كنت بروح لوالدي وأسأله، وألاقي نفس الكلام اللي اتقال جوه دماغي. لكن الجن اللي كان جوايا كان له شروط، كل إجابة على سؤال لازما قدامها كف أو ضربة قوية على الجسم. والألم كان فظيع مستحيل حد يستحمله، بس فضولي كان أكبر من خوفي. كنت مستعد أتحمل العقاب مقابل المعرفة. والمصيبة اني فرحت بالموضوع عشان حسيت اني اتعودت على الألم، لكن ما فكرتش وقتها ان الألم ممكن يزيد لو طلبت حاجة اكبر من المعتاد. انا كنت متعودة بعد صلاة الفجر اقرأ قرآن يوميا وجهين او 3 عشان ما اهجرهوش، وكنت بحب صوتي بالترتيل وبخشع فيه على طول. بعد الحادثة دي جه اليوم الجديد، يوم الجمعة، وما كانش عندي كلية. صليت العصر وما حسيتش بحاجة غريبة، لكن فجأة جالي شعور غريب، كأن اللي جوايا مش عدوي، بالعكس كأنه عايز يساعدني. فتحت المصحف عشان اقرأ، واول ما بدأت حسيت بضربة قوية في الفخذ. قلت في نفسي مش مشكلة لازم اكمل، وابتديت اقرأ اول آية. لكن الضربة التانية جت افظع من الاولى، لدرجة اني حسيت بخنقة ووشي مولع نار. فجأة بصري بدأ يضيع والحروق قدامي مش واضحة. وقفت قراءة، وبصراحة الدم اللي كان نازل من الفخذ كان حاجة مرعبة، كأن حد طعني بقوة. جريت على الحمام عشان اوقف النزيف واغسل الجرح، وبصعوبة حطيت لزقة قوية وقدرت أسيطر على الوضع. بس مشيتي اتغيرت وبقيت أعرج، وخفت أهلي يلاحظوا. عشان ما يكتشفوش جالي تفكير غريب، قلت أمثل إني وقعت من على السلم. وفعلا نفذت الفكرة ووقعت من على الدرج بجد. اتعورت أكتر من حركتي الغبية دي، لكن اللي جوايا كان بيضربني بعنف، وكنت بصرخ بكل قوتي كأنه بيعاقبني لأني ما اهتمتش بيه. أهلي ساعتها شكوا فيا، افتكروا إني اتكسرت من الطيحة أو من الوقعة عشان صرخاتي كانت مرعبة، فقرروا يودوني المستشفى. وأنا ما كنتش عايز أروح المستشفى، خايفة السر يبان. بس في المستشفى اكتشفوا الجرح وقرروا يخيطوه. بابا سألني: انت مجرد ما وقعتي وديناك المستشفى، مين اللي حطلك اللزقه دي؟ ساعتها اتوترت، حسيت اني اتفضحت. حاولت ابرر، قلت له دي قديمه يا بابا، كنت واقعه في الجامعه وحطيتها. بابا ما اقتنعش وزعق لي: